وسهلين، واش راكم واش حوالكم؟ ان شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو بألف خير. جبت لكم طريقة الاحتفاظ بالطماطم. اول حاجة نجيبوا الكمية طماطم اللي عندنا ونغسلوها وننظفوها، نحيو لها الراس الفوقاني، نحيو لها الجهة الفاسدة، ونحيو لها النقطة الثانية. من موراها نحطوها في كوكوط ولا قدرة ثقيلة تكون الطماطم هذيك مقطعه، نقصوا لها تطلق الماء تاعها، ونزيدوا لها 2 قرون فلفل حار باش تجي الله الله بالطبع. بعد ما تفوت ساعه ولا 2 سوايع يكون الطماطم تاعنا هذيك طابت، نفوتوها في الاشوار ونخبيوها هكاك، ولا نصفيوها ولا نفوتوها في الرحايه هذه تاع بكري تخرجها لك الله الله ما فيها حتى قشره. من موراها تقدري ديريها في كيسان جوطابل، تقدري ديريها في بورتمونجي مربعه ومن بعد تنحيها وتكسريها، الاحتفاظ يبقى لك. انا من مور ما رحيتها ندير لها الملح، ندير لها التوابل كزبر، تجي الله الله. وهذه هي الطريقة، وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. باي باي.